مش المادية بس، مش المكاسب اللي بتتحقق من إقامة مثل هذه البطولة في أرض مصر. يسعدنا أن يكون معنا على الهواء مباشرة الكابتن أيمن عبد الفتاح، الحكم الدولي السابق ورئيس لجنة رئيس لجنة الحكام الميني باسكت بالإسكندرية. هيحدثنا عن البطولة وأهميتها في الفترة الحالية. أهلا بحضرتك. اهلا بيك نورنا. اهلا بيك يا يا كابتن. كابتن، الله يخليك. الحمد لله. الافتتاح الأول نتكلم عنه، أهميته وإيه اللي لفت نظرك في الافتتاح؟ طبعا هو افتتاح آه، يعتبر من سابقة لم تحدث في مصر ولا في افريقيا، ان يكون في بطولة زي كأس العالم، وهي تاني اكبر بطولة على المستوى الدولي بعد الاولمبيك جيمز. اول مرة تنظم مصر بطولة مثل هذه البطولة. امبارح احنا شفنا الافتتاح وشفنا التنظيم وشفنا الملعب. كل ده طبعا بينسب لمصر وينسب للاتحاد المصري لكرة السلة. بيتبعوا طبعا لجان كتير اشتغلت ورا الموضوع ده، لجان الملاعب، لجان الإقامة والإعاشة، لجان المواصلات، المرافقين، عشان يطلع مندوب الاتحاد الدولي مستر كوتليبا ويقول النهارده ان اول مره ما لاقيش اي شكوى تطلع من اي فرقه، واول مره تحصل في بطوله كاس عالم بالمنظر ده. فالبطوله فعلا تجمع سلاوي على مستوى عالي جدا. بنرجع تاني موضوع الجمهور والمشجعين اللي غاب عن الملاعب فتره طويله جدا، ويمكن ده اللي أثر على المنتخب المصري في ان هو ما كانش واخد على الوضع ده بقاله فترة، والولاد لسه الخبرة بتاعتهم. ولكن نتمنى من الله ان شاء الله اهم حاجة ان التنظيم يبقى على قدر الحدث، وان احنا نبقى متميزين فيه، لان التنظيم ده هو اللي هينسب لمصر النتيجة سواء وصلنا او ما وصلناش. احنا البطولة بتتلعب عندنا، فبالتالي احنا لازم نكون على قدر كبير من المسؤولية، سواء لعيبة جمهور. لازم نحضر، يعني ما ينفعش ان احنا نروح نحضر بس الافتتاح وبعد كده الماتشات، ما ينفعش. كنا بنشوف دايما المدلول اللي بيديه حضور السيد رئيس الجمهورية للبطولة دي. طبعا حضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يعني كانت مفاجأة. الولاد ما كانوش متوقعينها. دي بتدي مدلول ان في امن وامان موجود عندنا، ان مصر بتقدر الرياضة والاحداث الرياضية كبيرة. وده اشار ليه برضو المندوب بتاع الاتحاد الدولي، بان هو فوجئ بحضور رئيس الجمهورية للبطولة والافتتاح. بجانب ان المفروض زي ما حضرتك اشرت في الاول إن السياحه الرياضيه، يعني انا لما اشوف حدث زي ده، كل الدول بتلاقي والعالم كله يلاقي حدث زي ده بينظم في مصر بعد الاحداث اللي حصلت في مصر على مدار السنوات السابقه، يبقى ده بيدي مدلول ان في امن وامان، وان السياحه هتبدا ترجع تاني، والرياضه كمان هتبدا ترجع لعهدها السابق مره تانيه ان شاء الله. برضو نتكلم عن مراسم الافتتاح نفسه، مراسم الحفلة نفسها يعني. المواسم، في ناس كتير كانت بتعلق على موضوع الفرقة اللي كانت بتغني في الحفلة وان هي ما كانتش على مستوى الحدث. انا معاهم بعض الشيء في هذا الموضوع. انا كنت افضل ان يكون في حاجة تدي إيحاء للفولكلور المصري والعادات والتقاليد المصرية، لان انت مش هتلاقي فرصة تانية زي كده تعمل رواج لهذا الموضوع، وتعرض طبعا. وتعرض حاجتك وتعرض الحاجات اللي موجودة عندك في مصر. ولكن احنا برضو مجبرين بانك محدد ليك 20 دقيقة فقط لا غير في حفل الافتتاح. فان شاء الله يعني والحاجات دي بتبقى زي لوائح اه كده، طبعا الاتحاد الدولي هو اللي ينفعش. بيحدد. انت يعني مش تقعد ساعة لا 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 لا، هو وتعرض انت حاجة. انت كل حاجه الاتحاد الدولي بيحطها طبقا للرولز اللي موجوده عنده، وانت بتبدا تشتغل على كده. فنتعلم ان شاء الله في المرات اللي جايه باذن الله، وان احنا وخاصه كمان في حضور رئيس جمهوريه كان لازم تبقى حاجه اقوى من كده شويه في الافتتاح، يعني في حفل الافتتاح. الحضور الجماهيري وأهميته في مثل هذه احنا المناسبات. امبارح انت بتتكلم في حدود من 15 ل 20 ألف كانوا موجودين في الصالة. هي بدأت بأعداد بسيطة، ولكن على
مدى مرور الوقت قبل الافتتاح وصلنا لحوالي 15,000 موجودين في الصالة. فدي حاجة جميلة جدا، ويمكن كل الناس وكل المواقع العالمية النهاردة بتشير بالافتتاح والتواجد الجمهور اللي موجود في الصالة كان ممتاز يعني. عايزك تنقل لي احساس اللاعب بقى لما برضو بقى له فتره ما فيش جماهير، ما فيش حضور جماهيري في اي مناسبات رياضيه. احساس بقى كلاعب وشايف بقى المدرج مليء على اخره، والناس جايه وبطوله مهمه زي دي وحدث ومطلوب منك نتائج الى حد كبير يعني. بص، هو انا كلاعب لعبت في الاتحاد والزمالك وسموحه، ففي الفتره اللي انا كنت بلعب فيها كان فيها تواجد جمهور طبعا لا فترتكم انا وصاله عارف ان استاد كان اسكندريه دي كانت لا وبالذات تشهد لعبه بهذا السله الكلام كمان يعني. بالظبط كده. فالتواجد الجمهور هو اللي بيدي الدفعه والروح المعنويه والحماس والاثاره للباسكت واللعيبه. من بعد الاحداث اللي حصلت بعد الثوره، فاصبح لما وقفوا موضوع الجمهور ان هو يحضر، وبقى التواجد الامني ورافض ان تواجد الجمهور والكلام ده اثر كتير على اللعيبه في ان هو لما بيطلع بره وبيجي يلعب اي بطولات دوليه او عربيه او افريقيه بيلاقي فيه تواجد جمهور، فدي بتاثر عليه كتير جدا. صحيح. انا بستمد وانا لاعب حماسي في الملعب من الجمهور، صحيح. تشجيعه ليا، وابداعي بقى والمهارات بحس ان انا مسؤول ولازم متحمل المسؤوليه ولازم اسعد الناس اللي موجوده دي كلها. فده طبعا اثر على الولاد كتير. لما نزلوا امبارح فوجئوا كلهم بالجمهور والتواجد اللي كان موجود ده، لان هم ما شافوش الكلام ده حتى في التدريب ولا في لا هم صغيرين كمان لسه ما شافوش حتى ما عصروش. بالظبط. يعني ما كانش موجود جمهور وبعدين اتحرموا منه، لا بالظبط. بالظبط. هم كلهم كان سامع، انما اول مره يشوف حاجه زي كده، ويعقبها بقى حضور رئيس الجمهوريه وكل المسؤولين الموجودين في الدوله، رئيس الوزراء ورئيس وزير الدفاع وكل وزير الشباب والرياضه وكل الساده الوزراء. فده كان حطهم تحت ستريس جامد. لو هم كانوا متعودين عليه من الاول كان فرق كتير. مباراة الافتتاح بقى وأهميتها وأهمية إنك برضو تحقق الفوز من خلالها، مستوى مصر أنت شايفه؟ هي مباراة الافتتاح دايما بتكون مهمة جدا للدولة المستضيفة، وخاصة ان انت اللي بتختار من المجموعة بتاعتك تلعب مين في مباراة الافتتاح. فاحنا اخترنا بورتوريكو على اساس ان هي تعتبر اقل فرقة في الفرق الموجودة. في بعض المديرين الفنيين في بعض البطولات ياخد اقوى ويقول انا هخلص من البطولة دي وبعد كده واستغل. ولكن احنا الثلاث فرق اللي موجودين التانيين معانا عاليين جدا، فبالتالي هو خد الفرق الاقل بورتوريكو. احنا بدأنا بداية قوية جدا في الكوارتر الاول والثاني. نسبة الثري بوينت والشوتينج والباسنج والستيل والبلوك كان حاجة عالية جدا. انما مع بداية الكوارتر الثالث الولاد بدأوا حسوا ان هم خلاص كسبانين وفارقين 20 بونت و17 بونت وبورتوريكو وكاس عالم. فده خلى الموضوع يتغير، بقى فيه ميس باس كتير، بقى فيه تيرن اوفر كتير، بقى فيه حالة من العشوائية اللي موجودة لغاية ما وصلنا لفرق باسكت يعني. وكان في الثواني الأخيرة كان ممكن يتعوض يعني. فدي طبعا كان هيبقى شكلها غير عادي، ولكن الحمد لله بتوفيق من عند الله ان احنا كسبنا المباراه. ودي مهمه جدا في ان كل الجمهور اللي كان حاضر ده على الاقل يعني يروح مباراه الافتتاح. وده كان التارجت اللي كان حاطه المدير الفني، ان هو يعدي مباراه بورتوريكو دي اول حاجه. طبعا مباراه ليتوانيا مباراه بعيده المنال الى حد كبير معروف يعني. بعيده المنال عننا لان دي تاني اوروبا. انت بتلعب دلوقتي على مباراة المانيا. ان شاء الله لو كسبنا المانيا هتطلع ثالث المجموعة، تاني المجموعة. فتاني المجموعة بتبعد انت عن فرنسا والارجنتين يعني. هتلاعب يا اما نيوزيلندا يا اما كوريا الجنوبية اللي هيكسب منهم. لو انت طلعت ثالث هتلاعب يا فرنسا يا الارجنتين، هتلاعب واحد من دول. فطبعا احنا نتمنى ان احنا نكسب المانيا. هي مباراه صعبه جدا وهيبقى فيها برضه ستريس جامد جدا، لان الولاد هيبقوا عاملين حسابهم دايما على المكسب. فنتمنى من الله ان ربنا يوفقهم ويقدموا مباراه كويسه باذن الله.
كابتن ايمن، هستأذن حضرتك في فاصل صغير كده ونرجع تاني. اعزائي المشاهدين، فاصل ونرجع لحضراتكم مره تانيه وتغطيه كامله عن بطوله العالم لكره السله تحت 19 سنه والكابتن ايمن عبد الفتاح. مشاهدين، والكابتن ايمن عبد الفتاح وحديث شامل وكامل عن بطوله العالم لكره السله تحت 19 سنه اللي بتقام بمصر. كابتن ايمن، برضو نطلع الساده المشاهدين على المجموعات الموجوده والفرق المرشحه في كل مجموعه واهميه التواجد المصري في الفتره اللي جايه يعني. احنا طبعا عارفين ان هو البطولة 16 فرقة على 4 مجموعات. المجموعة الأولى فيها فرنسا والأرجنتين ونيوزيلندا وكوريا الجنوبية، وأنا في المجموعة دي أنا برشح فرنسا. المجموعة الثانية تضم ليتوانيا وألمانيا ومصر وبورتوريكو، وأنا برشح ليتوانيا. المجموعة الثالثة أسبانيا وكندا واليابان ومالي، وأنا برشح أسبانيا. المجموعة الرابعة الولايات المتحدة وإيطاليا وأنجولا وإيران، وطبعا أكيد بنرشح الولايات المتحدة. وده اللي أنا قلته، يبقى يعتبر دول إن شاء الله هم هيبقوا ربع النهائي بإذن الله. احنا على مدار البطولة من ساعة ما بدأت سنة 79، دي النسخة 13 بتاعتها. الولايات المتحدة أخذت 6 مرات ميدالية الذهبية، 3 مرات ميدالية فضية، بإجمالي 9 ميداليات من ال 12 من ال 13. صربيا تيجي بعديها، هي واليونان وليتوانيا، كل واحد واخد 3 مرات. مصر شاركت في البطولات كأس العالم تحت 19 سنة. سنة 79 كان أخذنا المركز ال 12، سنة 99 خدنا ال 13، سنة 2009 خدنا ال 11، سنة 2011 خدنا ال 12، وأخيرا سنة 2015 خدنا ال 11. يعني احنا شاركنا 5 مرات من سنة 79 حتى الآن، ودي المرة السادسة إن شاء الله. احنا شغالين دلوقتي في الأدوار التمهيدية. إن شاء الله هنبدأ دور 16 يوم 5، بعد كده السيمي فاينال هيبقى يوم 7، يوم 8، ثم الفاينال يوم 9 إن شاء الله. يعني بنتكلم على الحد الجاي تقريبا نهاية البطولة، مش كده؟ يوم يعني 9 يوم 9 تقريبا الحد اللي جاي. إن شاء الله. البداية وأهميتها وإيه اللي بتتوقعه كفني بالنسبة لمصر، مركز إيه أو إيه اللي بتتمناه إن مصر تدخل المركز الكامل؟ أي واحد يتمنى لمصر إن هي تاخد البطولة، ولكن أنا بتكلم على مستوى فني. إحنا بنتكلم على المستوى الفني. إحنا يا رب نخش دور ال8. يعني لو دخلنا دور ال8 دي تبقى إنجاز غير مسبوق بالنسبة لأولاد أول مرة يخشوا في البطولة زي كده. في عندنا 3 لاعبين محترفين بره في الجامعات الأمريكية، دول اللي ممكن يكون عندهم خبرة شوية، لا دي تاني بطولة يلعبوها الكاس عالم، ولكن الباقي ما عندوش الخبرة دي. فإحنا نتمنى إن إحنا ندخل دور ال8، تبقى دي حاجة. احنا كاسكندريين كنا بنتمنى برضو ان تواجد عمر الألفي، ولاعب مميز ويمكن هو فضل معاهم طول فترة الإعداد لآخر يوم. بالظبط. عمر الألفي هو صانع ألعاب وكاتر في نفس الوقت. من أحسن اللعيبة اللي موجودة في سنه، وأنا شايف إن كان المفروض يتواجد. كون إن هو يمشي قبل البطولة بيوم، عشان محتاج، لأن هو عنده بيفوت أو نقص في البيفوتات. احنا شفنا دلوقتي لما محمد أسامة اتصاب امبارح، الفرقة بقى في مشكلة في الفرقة، وده غلط ان انا بعتمد على لاعب واحد هو اللي بيمشي الفرقه. مش واعتقد كمان ما يقدروش خلاص يدخلوا لاعب تاني او لا خلاص، انت ال 12 واحد اللي حطيتهم من اول يوم في المؤتمر الفني وتحديد المجموعات هتفضل بيهم لغايه الاخر. يعني حتى لو اتصاب عندك لاعب هتكمل بال 11 لاعب. عايز اشرح برضو للساده المشاهدين يعني ايه انك توصل لدور الثمانيه، يعني تعمل ايه عشان توصل لدور الثمانيه في الادوار الاولى دي بالتحديد. يعني احنا دور 16 هيبدا زي ما قلنا، هيبدا يوم الاربعاء يوم 5. احنا في الاول في الادوار التمهيديه بيحدد المراكز داخل كل مجموعه.
وبعد كده بيبدأ يمشي الجدول. نلعب دور ال 16 وبعد كده هنخش على دور الثمانية. احنا لو لعبنا في كسبنا وطلعنا مثلا تاني مجموعة، ربنا كرم في ماتش ألمانيا بعد بكرة، هتلاعب الكسبان من نيوزيلندا أو كوريا. فبالتالي هيبقى عندك فرصة ان انت تخش دور الثمانية. انما لو خسرنا او ماتش المانيا هتطلع ثالث مجموعه، فهتلاعب كسبان من فرنسا او الارجنتين، وغالبا هتكون فرنسا. فانا بتهيألي هيبقى الامل ضعيف في دخولك في دور الثمانيه. يعني هتلعب على تحديد المراكز من التاسع لل 16. يعني دخلنا دور الثمانية مرتبط بفوزنا على المانيا، وبعد كده انتظار نيوزيلندا وكوريا. بالظبط كده. بعد كده ما كانش هتلعب على الترتيب من التاسع بقى لل 16، وده برضه هيكون انجاز. يعني انت لو شايف احنا على الخمس مرات اللي اشتركنا فيهم، ال 11 ال 12 ال 13 ال 11 ال 12 13، افضل مركز ال 11 كان ال 11. فعندك فرصه انك تحسنه، وخاصه ان هي بتلعب على ارضك وعلى بلدك. فنتمنى ان احنا ان شاء الله نحقق انجاز فيها، يكفينا التنظيم الرائع اللي موجود وتم بكل اللجان. وطبعا الدكتور مجدي ابو فريخه رئيس الاتحاد، وكابتن محمد طلبه المدير التنفيذي البطوله، مجهود غير عادي يعني. نجمنا محمد عبد الطالب ده يعني صوره مشرفه للاعب السكندري الحقيقه. يعني امبارح كان في لا يقل عن 10 15 اتوبيس من اسكندريه. صحيح. يعني لجنه الحكام كانت مطلعه اتوبيس، نادي سبورتنج كان مطلع حوالي اتوبيسين، لعيبه باولياء امور نادي سموحه كان مطلع 3. يعني كان تواجد جمهور سكندري غير عادي. بس برضو انا بتمنى همسه في اذن الاتحاد وفي اذن محمد طلبه. احنا معروف دايما عن الجمهور السكندري والمشجعين السكندريين مختلفين تماما عن المشجعين القاهرين، فبالتالي بيقدروا يشعلوا حماس الملعب ويخلوه زي ما بيقولوا بيولع الملعب. نتمنى ان مجموعه المشجعين بتوع الاتحاد ان هم يتواجدوا ويتم دعوتهم ويبقوا موجودين، هيعملوا فرق كبير جدا. محمد مش هتفوته. نتمنى ان هو يكون محطوطه في ذهنه ان شاء الله باذن الله. مباراه ليتوانيا النهارده مباراه متوقعه، والنتيجه الى حد كبير متوقعه. يعني هي متوقعه، بس ما كانش متوقع المنظر بتاع الفرقه بالمنظر ده. احنا الماتش ده يعتبر اسوأ مباراه الواحد شافها على مدار البطولات الدوليه. يعني ما حتى انت ممكن تعمل ماتش ده زي ده في مباراه محليه في الدوري بتاعك، انما على المستوى الدولي بالمنظر ده احنا ما كناش عارفين نمسك كوره خالص. انت بتتكلم في حوالي 26 ل 30 تيرن اوفر، الكوره فيها مس باس كتير، في عشوائيه في اللعب. الديفنس نفسه كمان ما كانش فيه ديفنس. انت الديفنس هو السبيل بتاعك للهجوم، الاتاك، الاوفنس. انت لما هتعمل ديفنس صح هتقدر تطلع وتعمل فاست بريك وتعمل اوفرلود على الفرقه اللي معاك. انما ما كانش فيه الكلام ده خالص. النهارده كانوا في حاله غير طبيعيه بالمره. يعني انت كمدرب ازاي تخرج اللاعب من الحاله دي عشان برضه مباراه مهمه زي المباراه اللي جايه؟ انا طبعا لو من نيجل انا لازم اقول للعيبه بتاعتي ان خلاص انسى الماتش اللي فات ده وانسى ماتش ليتوانيا. احنا تركيزنا زي ما هو كان بيقول التارجت بتاعه على ماتش بورتريجو، احنا دلوقتي التارجت بتاعنا ماتش المانيا. لازم اخرجهم من الحاله النفسيه اللي هم موجودين فيها، وابدا اعيد حساباتي. يعني في statistics موجوده بتطلع لي كل يوم بعد كل مباراه بعد كل كوارتر، لازم اشتغل عليها. النهارده ما كانش فيه شغل على الستاتستكس دي خالص. لازم اشوف الماتشين اللي المانيا لعبتهم وابدا ابني خطتي مظبوط عليها، وعلى الدفاع بتاعي، على الهجوم، مين العناصر اللي عندهم اللي انا اقدر اوقفها، العناصر اللي عندي اللي عايز استفيد بيها، ازاي هقدر احط خطتي ان انا اوسع لهم، بحيث ان عندي واحد متميز في الشوتينج ازاي اخليه يعرف يشوط. الكلام ده كله ما كانش موجود النهارده خالص. يعني كان كل واحد بيلعب بعشوائيه، دريبل كتير جدا من اول ملعب لاخره. فكل واحد كان بيعمل اللي هو عاوزه، ما كانش فيه خطه واضحه، وحسينا ان فيه تيم وورك موجود، ما كانش موجود الكلام ده.
وهل تتوقع اللاعب يخرج من الحاله دي بسرعه عشان ماتش المانيا؟ المفروض واحنا عندنا ميزه ان احنا كمان بكره راحه لجميع الفرق، فعندنا النهارده وعندنا بكره. شغل المدير الفني مطلوب. غالبا دايما المدرب والمدرب المساعد هم اللي بيمتصوا الصدمات دهيت، ويحاولوا يخرجوا اللعيبه منها. بجانب اخصائي العلاج الطبيعي والطبيب ان هو يعمل عمليه استعاده الشفاء بالنسبه لهم والريلاكسيشن بتاعهم، وازاي يأهلهم بقى للمباراه اللي جايه دي مهمه جدا. وانا شايف ان معاهم الدكتور محمد جمال، اخصائي التاهيل واللياقه عايز البدنيه. اتكلم عن الدكتور محمد جمال شويه، الحقيقه ليه دور مهم جدا وليه دور كبير يعني. بص، هو الدكتور محمد جمال بصراحه ما سابش نفسه، هو طلع بره اخذ دراسات كتير، ثقف نفسه المانيا في المانيا، وحتى الدوره اللي كانوا غير طلع الاول عليهم فيها، وده كان انجاز غير عادي ان مصر يطلع الترتيب الاول في الدوره. هو بصراحه عمل شغل جامد جدا مع فرقه سبورتنج، وده كان السبب ان هم وصلوا لان هو يحقق 3 بطولات في الموسم. ايطاليا. ثم انتقل لنادي سموحه، وشوفنا السنه دي نادي سموحه كان عامل ازاي مع كابتن اشرف توفيق. اللياقه بتاعت الفرقه بتاعتنا لياقه كويسه جدا. هو قادر ان هو يقدر يخليهم يستعدوا لمباراه المانيا، انما هيتبقى لينا التاهيل الفني. تمام. بالظبط. استاذن حضرتك في فاصل مره إن ثانيه شاء الله. ونرجع لكل الساده حضراتكم اعزائي المشاهدين مره ثانيه. نواصل مع حضراتكم فقرات برنامجكم بين الملاعب والكابتن ايمن عبد الفتاح. كابتن ايمن، اخيرا بنتكلم عن التحكيم وادائه في المباريات اللي فاتت. طبعا احنا عارفين ان بالنسبه للاتحاد الدولي كل فريق بيبقى جاي معاه حكم مرافق، ولكن المباريات التابعه للاتحاد الدولي، الاتحاد الدولي هو اللي بيختار الحكام، هو اللي بيقول للاتحاد الاقليمي انا عايز من عندك الحكم الفلاني. احنا عندنا من مصر بيشرفنا طبعا الكابتن عمرو ابو علوة، هو ممثل جمهورية مصر العربية في البطولة، هو من منطقة البحيرة. طبعا هنلاقي في فرق كبير جدا ما بين التحكيم اللي موجود عندنا والتحكيم اللي موجود بره، مش فنيا، ولكن في ازاي بيتناغم كل اللي موجودين في الملعب من لاعبين واداريين ومدربين مع التحكيم. احنا يعني لعبنا امبارح 8 مباريات، النهارده 8، ما شفناش حالة واحدة لخطأ فني، ما شفناش حالة واحدة لاعتراض، ما شفناش حالة واحدة لأن في لاعب بيعترض على حكم أو بيثير الجمهور أو بيتلفظ أو بيشوح ما فيش حالة من الكلام ده. طب ليه ما يكونش عندنا نفس القصة دي موجودة الحزم عندنا؟ في اتخاذ القرار يا كابتن، الحزم في اتخاذ القرار. واحنا ما هي ثقافة اللعيبة والمدربين برضو يعني. ليه انا هل انا دايما كنت بقول للناس، هل انا كحكم عمركم شفتوا حكم بيتدخل في شغل اللاعب بيقول له انت ليه جليت الباسكت ده وليه ما بصيتش لزميلك وليه ما اللاعب شفتش نفس الشيء ما الثلاثه؟ يتدخلش. وما اروحش اقول للمدرب نفس الحكايه، انت ليه ما بتلعبش مان، ليه بتلعب زون، ليه لان دي شغلته يعني مش شغلتي انا. فكل واحد لما يشوف شغلته خلاص، حتى لو انا اخطأت كحكم او عدت عليا الصفاره او ما شفتهاش، خلاص انتهى، مش هعرف ارجع ليها تاني. صحيح. فانا لازم اخلي اللعيبه بتاعتي تبقى ماشيه بنفس الاسلوب اللي بيتم في البطولات الدوليه. بناء عليه انا لازم هيرتفع المستوى، لازم هيرتفع المستوى. اخيرا كابتن ايمن، ايه الرساله اللي توجهها للاعبي منتخب مصر في مباراه المانيا بالتحديد، وخاصه بعد الاداء المتواضع النهارده امام ليتوانيا؟ الرساله وهي الدفاع، الديفنس هو اساس كره السله. لو لعبوا ديفنس قوي جدا والثغرات اللي كانت موجوده تلاشيناها، هنقدر نبقى في الاتاك، نقدر نبقى اوفرلود على الفرقه. نتمنى ان الناس المصابين اللي كانوا موجودين يقدر اعاده تاهيلهم ويبدا يشتغلوا تاني معانا. شفنا النهارده اللاعب احمد بيبو لما جات له برضه اصابه في رجله، وامبارح محمد اسامه، فبالتالي احنا مطلوب ان احنا نعيد تاهيلهم تاني. لازم نخرج من الحاله النفسيه اللي كانوا موجودين فيها، وننسى الماتشين اللي فاتوا خالص بهمتهم كلهم، ونبدا نركز ان البطوله بتاعتنا هي ماتش المانيا.
شكرا كابتن ايمن، وشرفتنا ونورتنا. الله يخليك يا كابتن. أعزائي المشاهدين، كل الشكر والتقدير للكابتن أيمن عبد الفتاح، الحكم الدولي السابق ورئيس لجنة حكام الميني باسكت. وبكده أعزائي المشاهدين نكون وصلنا لنهاية فقرات برنامجكم بين الملاعب. نتمنى طبعا بإذن الله التوفيق لمباراة مصر وألمانيا القادمة بإذن الله، باعتبارها عنق زجاجة. يمكن الكابتن أيمن شرح لنا الوضع إزاي، ولو خسرنا هنقابل الأرجنتين وفرنسا، ولو كسبنا هنقابل أحد نيوزيلندا أو كوريا. أعتقد الأمور بتبقى واصلة وواضحة للاعبي المنتخب المصري. كل الشكر لحضراتكم، ونلتقي بإذن الله بكرة مع أسرة جديدة وبين الملعب.